السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين عزيزات المتابعات. يوم سويت لكم هاي عندي كاسة ركبت لها رمضانية، وهنا أنا شفتوا أني هاي اللي مسويتها من الحياكة ومال طبلية من مال رمضان، وسويت هلال رمضان اللي بيه هو مبارك عليكم الشهر. واليوم بس أنا راح أسوي بطل العصير منه مزهرية حلوة كيوتة. هنا عندي أكياس الشيبس، أكياس الحليب، أكياس الشاي، سويت منهن فد موديل نقشة مالت ديكور. تقدرون هاي النقشة تطولون السفيفة مالتها من تحكونها، أي شي رايدين تسوون عليها تقدرون. هسه تشوفون شو راح تطلع لكم إن شاء الله. نطبق الورقة هذي بنصين ونشوف بهالطريقة على الفضي. إذا حابينها انتم على الألوان تقدرون تخلونها على الألوان، بس أنا حبيت أخليها على الفضي بهذه الطريقة. ندخلها لي جوا فتصير عندنا النقشة تصير معاكسة، وحدة لي فوق ووحدة لي جوا، تصير عندنا مثل المعاكسة، تطلع عندنا النقشة مالتها. بس حبيت أراويكم بدايتها. أنا مسوية وحدة بس تشوفون شلون تتسوى. تدخل الثانية هم نفس الشي، راح تصير قوية، وحدة تشد الثانية. بعد إذا أكياس حليب ما تطبقونها طبق، تخلونها مفتوحة أحسن تصير أقوى. حتى بغلاف الشيكليت هم تصير صغيرة ناعمة هم حلوة. انتم تتحكمون بالكبر وبالنوعية بهذا الشكل. حبيت أسرع الفيديو كلش حتى تشوفون شلون تصير. وحدة عكس الثانية. ثاني هنا هذه لأن أسوي على الكاميرا فسويتها اتجاه هذا، صارت بهالطريقة، بس هي لازم تصير بهالطريقة. شوفوا نقدر نطولها شقد ما نريد. أنا رابطتها لأن لازم نكملها، وإذا ما نريد نقصها. هسه هنا عندنا بطل عصير وعندنا خيط الخيش بهذا الشكل. لف الخيوط عليه يعني حتى ما يفتكوا. هنا حتى ما تصعد الخيوط لفوق فنخلي صمغ، فهنا نخلي الصمغ عليها. خلينا كريستال بهذا الشكل، ننطيها جمالية على مود. وهذه النقشة نخليها جوا بعدين. بس نكمل خيط الخيش ونصمغه، نخلي له صمغ حتى ما يرتفع ويفلت عندنا ويخرب. تصير كلش روعة. وهذه العوادين اللي عندي مالات عثق نخلة، يعني مال الرطب والتمر من ينشال من عنده، فأني جبتهم قصيتهم وسويت بيهم. تصير عندي كلش حلوة.
الأعمال الديكورات نقدر همين إن شاء الله بالجايات نسوي منهم أشياء ثانية، اللي هو عوادين أثق النخلة. هذه وردة من حياكة مسويتها أنا مسبقا، خليها لي فوق تعطينا هم جمالية إلها بهذا الشكل. فهذه هي العوادين مال النخلة، الأثق مال النخلة. قصرتهم شوية ما خليتهم بطولهم بهذا الشكل. والسندانة بعدين نكمل. هذه هنا عندي ورد بكل مكان من يكون بي اكو بيهن مال التمر باقي، فخليت عليه الصمغ شوف، واخلي عليه الوردة. كل وحدة اخلي بيها 2 واكو بيهن وحدة اخلي همينة، ما خليت منهن هواي أماكن متفرقة، ما خليت الأماكن نفسها حتى تصير عندي مرادفة. بهذا الشكل. تصير كلش روعة. هسه كملنا البقية، خليت عليهم كريستال ناعم بهذا الشكل. شلون صارت روعة. تقدرون تخلونها بدون هذه الأغصان، أو حابين تخلون بيها هذه الأغصان، هذا الشي يرجع لكم. وأتمنى إن شاء الله ما تنسونا بتعليقاتكم وآرائكم. وهذا شكلها النهائي.